اللي قاعدة توصلنا على المباشر في الصفحة الرسمية للإذاعة. نستقبل على بركة الله الأستاذة الباحثة في علم الاجتماع إيمان الغربي. أهلا وسهلا ومرحبا بك إيمان. أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين، إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم بألف خير. سنين دايما منورتنا إيمان، مرحبا بك. حبيتك تكون موجودة باش نزيدوا نتعمقوا في البعد الاجتماعي لعيد الفطر المبارك أستاذ. أكيد جدا نشوفوا لهنا دور الدين في تعزيز القيم الاجتماعية، في تعزيز القيم التضامن، التسامح، المغفرة، الرحمة، التواصل، لأنه الإنسان بحاجة ديما إلى التواصل كما حاجته للأكل والشرب. نعم. يعني هذا معناه التواصل في العيد هو حاجة مهمة برشا معناها. شنو نقصد بالتواصل إيمان، وخاصة في الأعياد هذه اللي يكون التواصل بشكل جميل جدا ومميز؟ أي التواصل مع الأفراد العائلة بصفة أولى، وبصفة ثانية الأصدقاء والجيران وكل الحبايب، معناه كل الأصدقاء كل الناس اللي نعرفوهم نتواصلوا معاهم نكلموهم، خاطر بحكم التواصل وسائل التواصل الاجتماعي وكل نشوفوا العلاقات معناها بعدت شوية، معناها نشوفوا تباعد شوية معناها وعزلة اجتماعية، وكل ما هذه معناها فرحة لينا باش نتواصلوا نتضامنوا مع بعضنا، نحكيوا مع بعضنا، نشوفوا جديد بعضنا. نلاحظوا في المناسبات الدينية كونه التواصل يكون حتى مع الإنسان اللي أول مرة تراه في حياتك، وهذا البارح شفته في يعني منطقة حدودية بين أشقائنا الجزائريين، وكل إنسان يعترض سبيلهم ينزلوا من السيارة ويحيوا المواطنين التوانسة ويهنيوهم بالعيد. قديش فرحت لأني الحقيقة شخصيا أول مرة نرى الصورة هذه في تونس، وصورة شدت انتباهي، وقديش بالفعل احنا كمسلمين قديش يعني بصدر نرحب، وقديش في حاجة بالفعل الصور هذه وهالمشاهد اللي تثلج الصدر. أي نشوفوها حتى في الشارع زادة في المساجد، نشوفوا العبادة تحيي في بعضها، تعيد على بعضها، تقول إن شاء الله عيدك مبروك، إن شاء الله سنين دائما، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. من العادات الحميدة زادة اللي تجلب الانتباه، الاجتماعية المهمة جدا اللي نحن بحاجة إليها. نعم. إيمان البارح شفنا يعني مقاطع فيديو قصيرة على مستوى ولاية الساحل الكل اللي يتميزوا بعادة حميدة تتمثل بالأساس في وقوف أو اصطفاف المصلين إثر أدائهم لصلاة العيد لتقبل التهاني بمناسبة العيد من زاد عابري السبيل. لهنا نشوفوا العدالة الاجتماعية، نشوفوا اللي الناس كل متساوين، يعني فماش فرق بين هذا والآخر، بالعكس معناه العيد فرصة باش نكونوا كلنا متضامنين مع بعضنا وكلنا سواسية، يعني كلنا كيف ما فماش فرق بين المساجد، تلقى الناس كل الأطياف الاجتماعية الكل، الطبقات الاجتماعية الكل، الناس كل موجودة، الناس كل حاضرة، الناس كل فرحانة، الناس كل مبتهجة. محلاها تصويرة جميلة جدا. نشوفوا التكافل الاجتماعي، معناها نشوفوا زكاة الفطر زادة، كيفاش نتضامنوا مع بعضنا، كيفاش نعاونوا المحتاج، كيفاش نزوروا بعضنا، من الحاجات اللي مستحقينهم برشا في المجتمع متاعنا. به هو المناسبات الدينية هذه عيد الفطر وإلا عيد الأضحى يعتبروا فرصة حقيقية بالنسبة للمسلم لتوطيد أواصر المحبة والتواصل مع الآخر، وزاد إحياء بعض العادات الحميدة الموجودة فينا كتبادل الزيارات، كصلة الأرحام وغيرها من الأمور الأخرى. وهذه من الأشياء الجميلة زاد في التقاليد الاجتماعية التونسية متاعنا، وكل أنه نعديوها من جيل إلى آخر، يعني نعودوا أطفالنا تدريجيا، راهو في كل عيد لازمك تزور عمتك، تزور خالتك، تزور أقاربك، تصلة الرحم متاعك، تشوف جيرانك زادة، تشوف أصدقائك، تشوف المحتاجين، شكون يحتاج الحاجة تعاونوا فيها، معناها من الحاجات اللي تنتقل من جيل إلى آخر. معناها نشوفوا حتى الأكلات التونسية الأصيلة متاعنا، نشوفوا اللباس، معناها الفرحة، معناها تشوفها حتى في الشارع، حتى وأنا جاية توا نشوف فيهم معناها العباد معناها مبتهجين وكل واحد بلبسة جديدة وفرحان ويسلم على الآخر، من القيم الجميلة جدا معناها اللي الدين الإسلامي عودنا بها. الحمد لله، وإن شاء الله تتواصل هالمشاهد هذه في مجتمعنا التونسي وفي المجتمعات العربية الإسلامية، ومحلاه كيف تتزامن فرحة العيد مع استقرار وشعورنا بالأمن والأمان، لأنه الأمر مغاير تماما في فلسطين، ومهم أنه نحكيه على فلسطين. مهم جدا نحكيه عليهم، معناها إن شاء الله ربي يحميهم، إن شاء الله ربي ينصرهم. أمين يا رب. أمين. إن شاء الله معناها عيدهم الجاي يكون خير وأحسن
معناها وفي ظروف معناها باهية والكل إن شاء الله. قاعدين نشوفوا في يعني وكأنهم قاعدين يفكوا في فرحتهم من الكيان الصهيوني ويقاوموا يعني مقاومة مش ممكن أنه نصفوها. مقاومة نحن نتعلموا منها بالحق معناها ديما يعطيونا في دروس يعني حتى عن غير وعي بالحق معناها نشوفوا معناها كيفاش لازم الإنسان يحمد ربي معناها حتى عن النعم اللي عايش فيها والكل فهمت. إن شاء الله ربي بقي ستر عليهم وعلى أطفالهم إن شاء الله. باهي وإحنا نحكيو على العادات والتقاليد اللي وقت اللي ربما نقارنوا بين كلام الشيخ منصف اللي بدينا به وافتتحنا به هذا اللقاء المباشر واللي أكد من خلال حديثه على بعض السنن النبوية الجميلة والجميلة جدا، وسألناه في نفس السياق إيمان قديش احنا اليوم قاعدين نتأسوا بهالسنن هذه. حقيقة تكون الإجابة بنعم وتكون الإجابة مؤكدة، وقديش هذا أمر يفرحنا كيف نلقاو صلة الأرحام موجودة، كيف نلقاو التواصل زاد موجود، كيف نلقاو الاهتمام بالعيد وفرحة العيد زاد أمر مؤكد ومتاح للجميع. وما أحوجنا حقيقة إلى أحياء سنن سيدنا صلى الله عليه وسلم. حقيقة ما أحوجنا، لأنه مثلا في ظل وسائل التواصل الاجتماعي ولات يعني تغيرت معناها، ولينا إرسالية قصيرة ولات صورة ولات يعني ليه ما قلك التواصل المباشر ذاك الفعال، لأنه التواصل ذاك احنا في حاجة ليه راهو بحاجة ليه أكيد باش نجم نحس الانتماء للأسرة بصفة أولى ونحس الانتماء للمجتمع بصفة ثانية. معناها كل ما ننتمي للأسرة متاعي كل ما يحس يولد عندي الإحساس بالانتماء للمجتمع ككل يعني فهمت. إن شاء الله هذا يتسرب بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة خاصة للأطفال. وإحنا بعد شوية باش يكون عندنا مداخلة هاتفية مع مدام هالة فرح كمختصة في الطفولة واستشارية تربوية وأسرية باش نحكيو على عالم الأطفال وكيفاش نجموا نأصلوا هالثوابت هذه في أطفالنا وشنو المنهجية والأسلوب المثالي لترسيخ مثل هذه القيم. ولكن قبل هذا إيمان نستسمحك باش نستقبل تليفون معنا مستمع أو مستمعة على المباشر. السلام عليكم. ألو، كل عام وانتم بخير. مرحبا بيك، شكون معنا؟ مواطن من الجنوب التونسي من تطاوين. مرحبا بيك ومرحبا بولاية تطاوين. عايشكم إن شاء الله، عيدكم مبروك. شكرا ليك وانتي بالأمثل سنين دايما إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. والشيوخ زاد حتى هم زاد اللي يقودوا يعني الأصوات نتاعهم يعني يدفعوا فيها يعني بصدق وأمان يعني للمسلمين. يعطيك الصحة، شكرا ليك على هذه التحية، ونغتنموا الفرصة زادة باش نحييوا زملائنا في إذاعة تطاوين ربي يبارك فيهم واللي قاعدين يقدموا في يعني محتوى إعلامي هادف إلى درجة. ربي يبارك فيهم الناس الكل، وشكرا ليك على اتصالك بنا. لشكون تحب تقدم تحياتك بمناسبة العيد؟ والله تحية للمسلمين الكل ولكم أنتم والشيوخ ويعني والكل من يعني يقود في تونس بصدق وأمانة. نعم. يعني المسؤولين كلهم وإلى الحكومة وإلى يعني الكل وإلى الجيش والكل كل المسلمين الكل. يعطيك الصحة. مهم أنه نغتنموا على الأقل فرصة وجودك معنا على المباشر ومن ولاية تطاوين باش نتعرفوا على عاداتكم وتقاليدكم، كيفاش تستقبلوا العيد، كيفاش تحيوا المناسبة الدينية هذه. والله الحقيقة شيء احنا ما هو نتقدموا فهمتي ولا نعملوا هكا شو اسمه كنعمل هكا الخبز جويد. احنا كل حد هو شو يقول لها كيفاش فهمتي. احنا نقولوا خبزة الحماس هكا جويده كما تشبه المنسوقة هوينها فهمتي. ايه نعملوها ونعملوا شويه مرقه ونعملوا فهمتي وكان حتى نعملوا العيش. احنا نقولوا العيش فهمتي يعني العيش نعملوا العيش نعملوا المرقه فهمتي الواحد بالموجود. هي بالموجود. بالنسبه للاجواء يعني بين العائله تمشي وتتزاوروا نهار العيد والا تخصوا ثاني عيد للتزاور؟ نمشيو يعني نمشوا للكبير هو الاول. نمشيو للكبير هو الاول يعني المولد الدار الكبير يعني حتى كان سواء يعني عاجز ولا مش عاجز يعني نسلموا عليهم ونعيدوا عليه واحد وكل شيء ونعملوا دوره ومن بعد يعني هكا ساعاتك ونمشوا. كان كذا دار الكبير هو الاول نقدروه. الكبير هو الاول ديما اول واحد تزوروه بالاعياد فهمتوا كل شيء. والعيد هذا شنو ما جعل ربي رحمه للمسلمين، جعل لنا رحمه
حتى كان نبدو متخاصمين، فهمت، المسلمين لابد يجينا رمضان وبعد يجيب لنا رب العيد الصغير هذا باش الناس ترجع لبعضها هيك نتسامحوا ونتصافحوا كل شيء، فهمتي. أجواء الصغار كيفاش كانت نهار العيد واليوم؟ عندكم أماكن مثلا فضاءات عائلية، مدينة ألعاب يمشيوا لها الصغار نهار العيد وثاني عيد باش يتسلاوا فيها، وإلا فقط تكتفيوا على زيارة الأهل؟ مندوروا بهم يعني، وحتى احنا حتى كان ما ثماش الواحد نتاع الألعاب يعني أنا نبعثوهم الصغيرات هيك برا الخالك برا العمك برا كذا هيك يتزاوروا يعني، نعلموهم ما نخلوهمش هيك يبعدوا هيك يعني، باش يعني ديما صلة الرحم باهية. اكيد باهيه وباهيه يعني برشا. في عوض مثلا في عوض باش يمشي يلعب وهنا فهمت انا عمك غادي عمتك هيك كذا باش يعني ترجع شويه اللحمه ونبقوا ديما احباب، فهمتي. باهي. ومهبه العيد كانت حاضره بقوه ولا؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لانه صغار توا ما شاء الله يحاسبوا مليح. والله صحيح، هم الصغار توا ما شاء الله، الصغار توا فوق التوا هذا ما شاء الله فايقين وسابقين عصرهم ويحاسبوا زاد مليحة على المهبة. هو دورنا الحقيقة احنا كبار باش نفرحوهم ولو بمبلغ بسيط. ان شاء الله ربي يحفظ جميع الأطفال في شتى بقاع العالم ان شاء الله. والحمد لله ان شاء الله يجعل كل مؤمن بتونس كل تونسي يعني بيعيش في امان. وحبيت نقول لك بالله بالنسبه للامان يعني والسياقه في الطرقات يعني كما يقولوا لك يعني الواحد الحاكم يقود فينا وكذا، ما حتى احنا يعني الشعب نجم وحدنا بوحدنا يعني نهيئ وحدنا في الطريق يعني من غير حتى حاكم يعني باش ما تصيرناش حوادث يعني، نعطوا الاولويه لبعضنا هيك وكذا، وحتى كان غلطنا كذا باش ما تصيرناش كوارث. نعم. ونبقوا ديما هيك يعني احباب وكل شيء. مهمة ملاحظتك وفي محلها خاصة نوصل للفرزات يعني تلقيهم يعني في الطريق يعني يسوق فيك على عجلة واحدة يعني يهز فيها على عجلة واحدة يا رسول الله. درجة نارية. لا يعني رسول الله في عوض فهمتني ولا على الأقل يعيد أموره هاني وكل شيء يعيد يا رسول. حتى الحاكم هاك ضربت في كهرباء ومتت أنت يا غلط، حتى أنت ميت لا قدر الله الحاكم مش بيحكم عليك أنت متت صيام شيء، ولكن الحاكم ربي يلطف بينا إن شاء الله. ما هو أنت هو اللي غلط يعني عاطين ولادكم فرصة ويجيب على عجلة واحدة في الطريق. كما الحادث اللي صار اليوم الصباح على مستوى طريق الوسلاتية تابعة لولاية القيروان واللي راح ضحيتها تقريبا 16 جريح. إن شاء الله ربي يشفيهم إن شاء الله. إن شاء الله ربي يشفي الجميع. في السياقة يعني ما يعطوش الانتباه ما يعطوش الأولوية وما يعطوش كله يعني الهدوء يعني ما يسوقوش يعني المخ بتاعها مش هادي يعني ربي يلطف بينا ويبقى الستر علينا يا رب. وحدهم في الطريق. شكرا ليك على اتصالك، شكرا ليك على تدخلك الأنيق معنا في فرحة العيد. تفضل. يرحم والديكم. والله هنا والدينا ماني بالصدفة تو في عيد منول حبيت نكلمكم هيك وكل شيء ولكن ما تحصلتش عليكم سبحان الله. تو هيك قلت خلينا نتكلم تحصلت عليكم. مرحبا بك في كل وقت. في تونس مع البنية عملت لها عملية وامها ربي يشفيها ان شاء الله. ربي يشفيها وربي يفضلها لك ان شاء الله. الله يرحم والديكم. عايشك. شكرا لك على اتصالك. بارك الله فيك. يبارك لكم ان شاء الله. شكرا في امان الله. شكرا. هذا هو التونسي أستاذ إيمان بعفويته اللي في قلبه على لسانه وقداش مهم كلامه أنه حاسس باللي قاعد صاير خاصة في طرقاتنا. فما برشا سرعة، فما برشا إفراط في السرعة، فما برشا تهاون كذلك. إن شاء الله ربي يبقي الستر على الجميع وإن شاء الله ربي يلطف بينا الناس الكل ويشفي كل الجرحى خاصة في مستوى الحادث اللي صار اليوم. نرجع لموضوعنا ونرجع لفرحة العيد، نرجع لعاداتنا الطيبة اللي نأكدوا عليها ونزيدوا ومهم أنه نكرروها تقريبا في كل المنوعات المباشرة اللي كانت خاصة بالعيد، أنه أكدنا خاصة على صلة الأرحام وما أحوجنا إلى صلة الأرحام والعفو عما سلف. أكيد. ومن المميزات يعني معناها نقولوا احنا نأكدوا على صلة الأرحام وعلى لقاء الأقارب والأهالي والكل والعمات والخالات، راهو فيها فوائد كبيرة جدا جدا يعني خلاف انك تحس بالانتماء وكل، راهو انت باش تتعلم من تجاربهم. انت كل ما تقعد معاهم كل ما باش تتعلم اشياء جديده ما تخطرش حتى على بالك في الحياه، في الزواج، في العمل، في الدراسه، في كل شيء. راهو معناها عمتك يعني اقبل الاختلاف اللي بينك وبينها معناها في السن، لانه هي تجاربها اخرى. خالتك كيف يعني جدك كان حيه موجوده معناها، فما ناس تقول يا ليت كان جدتي توا موجوده معناها معايا
أنا كانت جدتي تقول لي الله يرحمها، كانت تقول لي معناها العيد فرحة معناها، والعيد يليت أياماتنا كلها عيد، وكانت تقول لنا معناها كيف نقولوا على اللباس وكل، تقول معناها تشريوا أي حاجة، المهم تشريوا حاجة جديدة وتفرحوا بها ونرى الفرحة في عينيكم معناها. هذا هو المهم. كان زاد على المهبة، على ذكر المهبة معناها نحب نقول انه هي راهي فيها ابعاد اخرى زاد، راهي هي تعود الطفل بالمسؤولية، راه يعني كيف ياخذ فلوس هو باش يتعلم وين باش يصرف الفلوس نتاعو، معناها لازم يتعلم تدريجيا ما يصرفهاش في اي حاجة، بالعكس حتى كان يحب يشري لعبة والكل. نحب نأكد على الاولياء يعني من فضلكم معناها حاولوا انه ابنائكم ياخذوا العاب تكون فكرية، العاب نتشاركوا فيها مع بعضنا، مش العاب معناها تكون تسبب الأذى في العينين ولا في البلع. فما ألعاب صغيرة نشوفها معناها ما عندهاش معناها فايدة كبيرة، معناها من الأفضل إنهم يشريوا أشياء تفيدهم. من الأفضل أنه يشريوا أشياء تفيدهم باش يتعدى العيد سلامات، باش يتعدى العيد كله بهجة وفرحة وسرور وتبادل حتى خطر يعني إن شاء الله. إن شاء الله. بعد شوي باش تكون موجودة معنا هالة فرح إن شاء الله على الوجه الذي يرضاه عنا الله سبحانه وتعالى، تأسيا واتباعا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذا يزيد يوطد علاقتنا بديننا ويزيد يخلينا نتشبث أكثر بهذا بالإسلام وبتعاليمه وبأخلاقه وبمبادئه. واليوم الحقيقة احتياجاتنا كبيرة لمثل هذه المعايير جدا. ولهنا كما قلت لك نشوفوا دور الدين في أنه يعزز القيم الاجتماعية والإنسانية معناه والتواصل الاجتماعي والكل اللي نحن بحاجة ليه. وبالحاجة المزينة اللي قالتها الأستاذة والكل أنه معناها الأطفال راهم يتعودوا، راهم يعرفوا، راهم ذكيين يعني يفهموا. إذا تفهموا والكل وتقولوا ليه راهو لازم في العيد لازمك تزور ولازمك تتكلم ولازمك تسأل وتتواصل مع الآخر وتعطي للمحتاج وما تخبيش معاك باش يمشي يزور الأهل والأقارب. وكما قلت معناها ياخذوا لهم ألعاب معناها تتشارك فيهم، مش ألعاب فردية، معناها ألعاب تكون مع الآخر معناها فهمت، تكون تواصل أحلى وأزين وكل شيء. من المبادرات زادة اللي نشجعوا عليها أكثر هو كونه برشا عائلات توانسة إيمان يحرصوا نهار العيد باش يشاركوا الأطفال اللي موجودين في والمقيمين في المستشفيات، وإن شاء الله ربي يشفيهم ويعافيهم، يمشيوا يتنقلوا على عين المكان ويعيشوا فرحة العيد مع الأطفال هذوما، ويهزوا معاهم نصيب الكتب من حلويات وكذلك ألعاب. قداش محلاها ومزيانها ظاهرة اجتماعية مزيانة برشا ونحبوها ديما تتكرر معناها ونشوفوها حتى زادة مع كبار السن. يعني كان الهلال الأحمر ديما معناها خاطر كنت ننتمي ليه وكل ديما نحكي عليه لأنه هذه كانت من الظواهر الاجتماعية اللي كانوا يعملوها معناها الأنشطة اللي تتعاود معناها كل عام يمشيوا ويزوروا ويحكيوا معاهم، يهزوا لهم الهدايا، يهزوا لهم الحلوى، مش بيحسوش برواحهم وحدهم، يحسوش معنا اتصال. أكيد معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، شكون معنا؟ بيك عايزك فضيل. مرحبا بك. منين؟ من توزر. من توزر. هذه ثاني مداخلة هاتفية توصلنا من الجنوب التونسي. مرحبا بك ومرحبا بتوزر. شنو اسمها المنطقة اللي تنتمي لها بالضبط مدام فضيلة؟ أنا ياسي مردي ولكن عايشة هنا في توزر 40 سنة. ما شاء الله. أي. كيفاش كانت الأجواء في توزر؟ لا الحمد لله رب العالمين. انا ما نكذبش عليك، انا راي ما عنديش هوايه للخروج وكل، اما تفضل عايشه حيه ما شاء الله في العيد في رمضان وفي الكل. انت ما تخرج؟ ما نخرجش، انا عندي ذات زيتون خير من الدين وما فيه. لا موانسينك، المهم انه موانسينك. العالم الخارج المهم انه موانسينك، هذا اللي بيه الفايده. لا والله العظيم هاني تو نكمل في ذكري باش نحل. احنا لما حنا بدينا من ثلاثة وقبلي كانت موجودة معاكم زهرة. مرحبا بك. نصلي كعرفة الصلاة الأول. بالطبيعة ربي يتقبل إن شاء الله. ما تكونش العمل الصالح ما حنان إن شاء الله، ما ننسوش إخواننا الفلسطينيين في دعواتنا. الله إن شاء الله ينصرهم وإن شاء الله يفرج اللهم عليهم. اللهم آمين يا رب. حنان إن شاء الله يفرج عليهم باب الوقت. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. الله يفرج عليهم هم الأول والله ندعيهم من قلب. نعم آمين. مدام فضيلة حتى الفرجة منها باش نتفرج على ما صاير فيه للأسف، لأنه مشاهد دامية ومشاهد تأسف. نرجعوا التوزر ونرجعوا لمدام فضيلة. كيفاش عديت العيد؟ شكون اللي جاء زارك ودق عليك الباب باش يهنيك بالمناسبة هذه؟
والله جواري ووليدات ربي يفضل. يا ربي لك الحمد. مشيت انايا لسالفتي اكبر من وهاني نمشي عندي سلطة رحم هنا في السوداء نمشي نطلع عليه. وجماعة اللي في الردايف والله يعني نمشي نزيد من حيرات تجيني كانتي من بلادها ونمشي انا بس تنيني في الدار. المهم انك تزورهم. لا واس خيرتي ودار عمي ويما وكل نمشي نزور. ربي يجمع شملكم على قريب ان شاء الله. جاه النبي ان شاء الله ان شاء الله. باهي الاطفال اللي موجودين في توزر واجواء العيد بالنسبه لهم كيفاش كانت؟ احنا عندنا ساعه خاصه الفوشيك قهرونا بيه. الفوشيك من بكري الأستاذة إيمان وهي تنبه على الألعاب الخطيرة، الألعاب المؤذية بالنسبة للصغيرات. إن شاء الله ربي يحفظهم وربي يبارك فيهم إن شاء الله. كلنا نحس في البنت نقول الفوشيك لا خذ حاجة أخرى ما تاخذش الفوشيك. ربي يبارك فيها إن شاء الله. إن شاء الله كل عام وأنت وعائلتك الكل بألف خير. لشكون تحب تقدم تحيتك؟ أول ما نقدمها البرنامج يعني عائلة الزيتونة كامل. ربي يبارك فيك ويعطيك الف صحة. سيدي بلال، سيدي هيثم، للشيوخ، كل هذا ما نعيد عليه. عايشك. ونعيد عليهم الكل ونعيد عليك انت بالذات. بارك الله فيك. ما غير مزية حنان. ومن عائلتك؟ على أهلي ومالية فردي. ونعيد على جوارين اللي هنايا في توز. وعلى كنتي هاي مشت البلاد مطلع عليهم تجي. ونعيد على وليداتي يا ربي لك الحمد على أمة محمد أجمعنا وأخوانا ونصر أخونا في فلسطين. اللهم امين. ربي يحفظكم. نصرهم ان شاء الله ونصرهم ان شاء الله نصر قريب. ربي يحفظكم وان شاء الله ديما نسمعوا صوتكم في اذاعه الزيتونه القران الكريم. والله فرحانه ديما نطلب وكان تو برك اتصلت بيك. مرحبا بك في كل وقت. وكما انت قلت من الاول احنا نونسوا فيكم انتم زاد تونسونا. بنتي برشا سلم عليها برشا. شنو اسمها؟ صابرين. مرحبا بها صابرين وسلمنا عليها برشا. ربي يفضلها لك ان شاء الله. شكرا لك مدام فضيله. نفضل من عندك احنا فضلك صغيرات. عايشك شكرا لك. اسمعي والله نحبكم ياسر. راكم الناس في العالم البر او نقول الاخ من الاخر. عايشك شكرا لك. من الاخر يعني ما يهمني في حتى بشر يهمني كان فيكم من. ان شاء الله تلقى وتسمع الحاجه اللي انت تحبها في اذاعه الزيتون. انا نحب برامج نتاعك كذا تتحدث على الدين وعلى ما قال ربي وعلى ما قال النبي وعلى الصيام وعلى كل شيء نحبهم. هذيك البرامج هذيك اخويا هيثم واخويا سيدي بلال كلنا نحبكم. بارك الله فيك واحنا زيد نحبوك. ونقدم له كل تحيه نقدم تحيه عنه مجهود ما شاء الله رمضان. الحمد لله برمجة أكيد ساهموا فيها الناس الكل باش تكون ناجحة. يضلوا حتى تدعوا ضرين أمر راهم تقبل مني ولا لا؟ إن شاء الله ربي يتقبل منك. علاش لا؟ يدعوا يضلوا والله نأمن نقول يا ربي آمين. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله ربي يتقبل دعواتنا وإن شاء الله ربي يفرج على فلسطين ونشوفها في مشهد من أفضل ما هي فيه. كل عندي كيف. بارك الله فيك مدام فضيلة. بارك الله فيك. هذا هو حنا ربي يبارك لكم ان شاء الله يبارك لكم في مجهودكم ان شاء الله ديما ان شاء الله ديما نستقبل ان شاء الله ديما فايزين. شكرا لك في امان الله. اي حنانه في السلام. نكملوا كريمة في استقبال مزيد من المكالمات الهاتفية اللي قاعدة تصلنا على الرقم 71-136-1000. شكرا زادة على تعليقاتكم الجميلة جدا اللي تشحذ هممنا وتخلينا تكبر مسؤوليتنا، تخلينا بالفعل نزيدوا نسعى أكثر وأكثر باش نكونوا ناجحين، باش نقدموا محتوى يكون في متناول الجميع ويرضي كل الرغبات. نرجع معك أستاذة إيمان الغربي كباحثة في علم الاجتماع وكالعادة تونسي بصوته الرقيق بالمعاني والرسائل الإيجابية اللي قاعد يقدمها لنا على المباشر. فلسطين جزء لا يتجزأ اليوم من حياتنا، من تاريخنا، من كل شيء. هذا أمر مهم ومهم جدا. العائلة زادة أولوية قصوى، ما نجموش نتنازلوا على الزيارات وما نجموش ما يتعديش عيد
من غير عائلة. أكيد جدا، والإنسان ما نجمش يعيش وحده، يعني لازم تواصل، لازم ما نجمش يكون منعزل. ما يكون عندك أصحاب وجيران، ديما الحنين إلى العائلة أكيد مهمة، لأن صلة الدم عندها معناها معنى آخر. يعني ونحب نذكر سندس يعني في جائحة الكورونا كيفاش معناها وقتها ما كناش نحسوا بالطعم يعني بالعيد بالتقارب، يعني وقتها حسينا بالنعمة اللي نحن فيها معناها في إنه نتقاربوا، في إنه نتزاوروا، في إنه نشوفوا بعضنا، وقديش خسرنا عباد معناها إن شاء الله ربي يرحمهم والكل. يعني نشوفوا نذكروا بنترجع بينا الذاكرة الوقتها نقولوا الحمد لله معناها توا وين كنا كيفاش معناها. بالعكس توا بفرصة أكثر باش نمشي نقابل وباش نمشي نزور وباش نمشي نحكي معناها. كي نتفكر بالتاريخ نقول شوف في الفترة هذيك في جائحة الكورونا ما كنتش قادر إني نشوف حتى اللي قريب، حتى اللي بجنبي معناها في الغرفة ما كنتش نجم نشوفه ساعات. ما معنا مكالمة هاتفية. السلام عليكم. مساء النور. مساء النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ وسيدنا محمود جاب الله، مرحبا بك. وبيك عايشك، تحية ليك أختي سندس، تحية إلى كل من يعمل في إذاعة الزيتونة من القلب إلى القلب، ونحيي كل مستمعينا ومستمعاتنا. تحية لضيفتك الكريمة ويعطيكم الصحة على النسمات في يوم العيد والنفحات الطيبة. ربي إن شاء الله يبارك فيكم ويبارك في جهد الجميع إن شاء الله. شكرا لك على اتصالك بنا، وهذه مفاجأة بالنسبة لي أنا في شخصي، وسعيدة جدا الحقيقة بتواصلك معنا على المباشر باش نزيدوا نستفادوا منك أكثر. سي محمود جبل، الله يبارك فيك. أنا أسعد الحق بمصافحة الزيتونة اللي عندي معها ذكريات طيبة، ذكريات جميلة. يعني فعلا يعني الزيتونة أحيت القلوب وأحيت في بلادنا كثير من العادات الطيبة ومن التقاليد الطيبة، والحمد لله. إن شاء الله ربي يقويكم باش تواصلوا على نفس النهج وعلى نفس الدرب، وإن شاء الله دائما زيتونة دائما مشعة بما تبثه من برامج جيدة ومن نفحات طيبة إن شاء الله. كيف كان حال العيد بالنسبة للشيخ محمود جبل؟ الله يبارك فيك. أنا كان العيد في تونس يعني طبعا يعني في العائلة، لأني كنت ملتزم بخطبة العيد، وبعدها يعني تنقلنا للعائلة الساحل، واحنا الآن في طريق العودة إلى تونس. ربي يحفظكم وتصلوا سالمين إن شاء الله. العيد باش نلتقي والعائلات الكل تلتقي وتجتمع ونجتمع على صلة الأرحام اللي هي حقيقة من الأشياء الجميلة جدا اللي في المناسبات هذه. صحيح عيد السناء يعني فيه مسحة من الألم والحزن وقت اللي رأوا أهلنا في غزة وأهلنا في فلسطين على معاناتهم، وجعلت هذه المناسبات كي نتقاسم مع بقية أفراد الأمة ما تعانيه الأمة، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. يعني تحس المسحة من الحزن تحسها عند كثير من الناس الحق. صحيح فرحنا بالعيد، والعيد يأتي بعد موسم عبادة تتويجا لعبادة الصيام، ولكن يبقى دائما تفكيرنا في أهلنا في غزة وما شهدوه من قساوة وقسوة كبيرة برشا، ولكن تعلمنا منهم الدروس وزلنا نتعلم منهم الدروس. إصرارهم وحرصهم ومحافظتهم على أرضهم ومحافظتهم على شعائرهم، ريناهم في صلاة العيد يصلون على أنقاض بيوتهم. ويعني حقيقة أي ناس من أي طينة، يعني يستغرب الإنسان في عالمنا اليوم في هذه يعني في هذا الزمن المتقدم، ومع ذلك لا زالت هناك أطفال وشيوخ ونساء كلهم ما زالوا مصرين يعني على التمسك بأرضهم، ونقول بحول الله النصر آت ولو بعد حين إن شاء الله. إن شاء الله. ربي يحفظ إخواننا في فلسطين وربي يفرج كربهم في القريب العاجل بإذن الله تعالى. سعيدة جدا بهذه المداخلة الهاتفية. يعني كان تسمح وقت صغير يعني فقط يعني بعض الإشارات البسيطة طبعا. يعني نحن في كل العبادات الصلاة تجمعنا، تجمع أهل الحي وتجمع أهل القرية القريبة الصلاة، وصلاة الجمعة تجمع أكثر. صوم رمضان يجمع الأمة، صحيح يجمع الأمة في مختلف الأماكن، ولكن تجمعنا هذه الشعيرة، وتأتي فريضة الحج لتجمع الأمة في مكان واحد. فرائضنا كلها يعني تنادي بالاجتماع وبالجماعة.
تنادي بصفاء القلب. وهذه من الدروس لازمنا نخرج بها في الحقيقة، لأن نحن بحاجة اليوم إلى أن تتوحد جهود الأمة. فلو كانت جهود الأمة الآن موحدة ما كان لهؤلاء الأعداء أنهم يعيثوا فسادا في أرض البيت المقدس وفي أرض فلسطين. يعني اليوم الأمة تحتاج إلى أن نتعامل مع عباداتنا بأكثر وعي وأكثر دراية وأكثر تفكير وتدبر. اليوم رمضان يجمع الناس كل، جمع الفقير والغني وجمع المحتاج، ولكن ديما بذهنية وبعقلية التضامن وبسلوك التضامن. يعني نود دائما أن تكون عباداتنا مجمعة لنا، مجمعة للقلوب في الحقيقة، لأنه مهما اختلفنا ومهما اختلفت آرائنا ديما كي نجتمع حول العبادة لابد أن نجتمع بقلوب صافية. هذا الاجتماع لابد أن يتواصل، لأن نحن نحتاج إليه. نحن في حاجة كبيرة اليوم إلى تضامن يمتد في كل أقطار العالم الإسلامي اليوم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، صدق رسول الله. واليوم أطراف من هذا الجسد يعني تشتكي إلى الله ظلم الظلمة. نسأل الله تعالى إن شاء الله أن يفرج همهم إن شاء الله، وأن ينصرهم نصرا مؤزرا مبينا، وأن يكفيهم بعد عراء ويطعمهم بعد جوع، وأن يؤمنهم في بيوتهم بعد خوف. وإن شاء الله يا ربي نطلب من الناس كل من يستمع إلينا نطلب من الناس كل صفاء القلوب. ربي سبحانه عز وجل قالها بآية صريحة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نحتاج إلى سلامة القلوب، نحتاج إلى قلوب نقية نلقى بها وجه ربي سبحانه وهو راض عنا، ونجتمع بها على الخير إن شاء الله. ربي يبارك فيك أختي صندوق، سامحني على الإطالة، وجزاك الله كل خير إن شاء الله، وجزا الله كل خير كل من يعمل في الزيتونة وكل من يدعم هذا الصرح الإعلامي. نتمنى لكم النجاح ومزيد من التوفيق. ونتمنى لك أنت كذلك شيخ محمود جاب الله التوفيق والتألق الدائم. في أمان الله وطريق السلام إن شاء الله. في أمان الله. يبارك فيك. مسك الختام معك أستاذة إيمان، ونحن نتحدث عن الوحدة العربية، ونتحدث أيضا في إشارة لطيفة جدا من الشيخ محمود جاب الله حول هذه اللحمة التي تؤلف القلوب وتساهم في نقاء الجو العام بالنسبة للمسلمين حتى لا يخترق أحد حدودهم. فقديش مهم اليوم هذه الوحدة وهذه اللحمة حتى يعم الخير والسلام والأمن والأمان في صفوف المسلمين بشكل خاص. أكيد جدا نحن بحاجة لمثل هذه القيم اللي تجمعنا واللي تقربنا من بعضنا. وحابيت نقول حاجة معناها بين الأزواج، فما عادة جميلة جدا في تونس اللي هي حق الملح، اللي هي معناها نحب نكمل نختم بها والكل، اللي هي معناها بعد شهر تعب النساء يتعبوا ويطيبوا ويتعبوا هما صايمين، وكل الراجل معناها يهدي المرته حاجة، مش بالضرورة راهو ذهب، يهدي لها أي حاجة رمزية معناها، حتى وردة، حتى معناها حاجة رمزية، حاجة معناها تفرحها هي كأم صغار، ومعناها هذا يقربهم لبعضهم ويمتن العلاقة ويمتن الأسرة بصفة عامة. بارك الله فيك، نشكرك، وإن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله سنوات دائمة على كامل المستمعين والمستمعات إن شاء الله. نحب نعيد بالمناسبة على الوالد والوالدة، ربي يفضلهم لك وربي يبارك لك فيهم إن شاء الله. إن شاء الله كل عام وهم حين بخير على أسرتي الكل. شكرا لك إيمان، وشكرا على تلبية الدعوة والحضور معنا باش تنجم تشاركنا وتشارك السادة المستمعين والمشاهدين فرحة العيد. فؤاد اليعقوبي، نمشيو الفاصل ونرجعوا مع مداخلة هاتفية مع فضيلة الشيخ جمال الوسلاتي. قرآن كريم، أحاديث نبوية،